اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وباحسن حال. حطوا لي بقى لايك للفيديو، لو بتشوفوني لاول مره يا ريت تشتركوا. النهارده هعمل كده معاكم روتين في البيت، روتين تنظيف من زمان ما عملناهوش. والفيديو ده متصور بقاله فتره، على فكره بقاله اسبوع. كان المفروض ينزل لكم من اسبوع فات، بس هو اتاخر يعني في نزوله. حتى احنا معانا تحدي برضو متصور من فترة، كان المفروض ينزل لكم ومش نزل. طبعا انتوا شايفين الاحداث اللي مرت الفترة الاخيرة في فلسطين واللي حصل وكده. فاحنا والله كنا زعلانين جدا، بس كنا بننزل فيديوهات، يعني كنا بنصور وننزل، بس كنا زعلانين. يعني زعلانين فعلا فعلا، لان مفيش بشر ما هيزعلش على المناظر اللي شافها او على الاحداث اللي حصلت. مستحيل بشر ما يزعلش من اللي حصل، يعني مستحيل. اتحدى اي حد كده، بني ادم كده على وش الارض، انه ما يتأثرش وما يزعلش من الاحداث اللي حصلت. لكن يعني مش بايدنا غير الدعاء. حتى احنا حكينا لكم في فيديو قبل كده، قلنا لكم يا جماعه احنا مش في ايدنا غير ان احنا ندعي، مش في ايدنا غير الدعاء. يعني احنا بنحسبن وبندعي وبنعمل كل حاجه، بس مش في ايدنا اكتر من كده. لو في ايدنا اكتر من كده هنعمل، مش هنسكت. برضو الناس دخلت وفضلت تتهاجم وتشتم وتغلط، يعني الصراحة أسوأ الكلام وأسوأ كومنتات كده كنت بشوفها. ولا رضينا نقفل تعليقات، ولا رضينا نعمل بلوكات لحد، وسايبين التعليقات مفتوحة، واللي نفسه في كلمة بيكتبها. ولو رحتوا شفتوا سواء على الفيسبوك أو على اليوتيوب هتشوفوا. فالناس هاجمة علينا هجمة شديدة. مش عارفة ليه، زي ما يكون احنا السبب. يعني هل احنا تصويرنا او اكلنا او شربنا او محتوانا او شغلنا هو السبب؟ مش هو السبب طبعا. بس الناس يعني طب راعوا شعور اللي بيحصل، على الاقل وقفوا فيديوهات مش عارفه ايه. طيب ماشي، احنا وقفنا فيديوهات اهو. شكرا لتعليقاتكم السلبيه. يعني انا بشكركم كده على تعليقاتكم السلبيه، وبشكر الناس السلبيه اللي موجوده في حياتنا اصلا. يعني في ناس سلبيه كده موجوده في حياتنا، انا بشكركم. بشكر التعليقات السلبيه بتاعتكم، ان هي فعلا اثرت فينا. يا رب تكونوا ارتحتوا، احنا سيبناكوا اسبوع اهو. يا رب تكونوا ارتحتوا. طب لما سيبناكوا اسبوع في حاجه اتغيرت؟ في حاجه حصلت ان مروه وسليمان ما عادش بينزلوا فيديوهات؟ يعني الوضع بقت تمام؟ فلسطين بقت تمام؟ لا طبعا مش بقت تمام. سبحان الله. هي هي غمه وحل على فلسطين، واحنا كلنا زعلانين عليها، كلنا زعلانين ومتاثرين. بس ده اكل عيشنا يا جماعه. حكيت لكم 100 مره ان ده اكل عيشنا. هيخش ناس يقولوا باكل عيشكم من الفيديوهات والاكل. هو ده محتوانا، هو ده محتوانا. سبحان الله. زي ما انتوا كده الممثلين دول محتواهم ايه؟ مش تمثيل؟ مش بيمثلوا لينا وبنسمع مسلسلاتهم في رمضان وفي الاعياد وفي افلام ومسلسلات ومش عارفه ايه؟ هو ده محتواهم اللي هم بياكلوا منه برضه، بيصرفوا منه. إيه؟ هل هم بطلوا تمثيل؟ الممثلين ما بطلوش. طب انتوا في حياتكم العاديه، الناس الموظفة، الناس اللي عندها محل بتقف فيه، الناس اللي عندها ورشة بتنزل فيها، الناس اللي بتعرض حاجات تتبيعها على النت، الناس اللي بتطبخ من بيوتها وتبيع، بطلتوا؟ حياتكم وقفت؟ ما اشتغلتوش؟ ما طبختوش وبعتوا وجبات؟ ما نزلتوش المحلات وقفتوا فيها؟ ما رحتوش شغلكم الصبح ومضيتوا ودخلتوا اشتغلتوا؟ هل ده كله وقفتوه؟ لا مش وقفتوه. اتحداكم ان انتوا تقولوا اتحداكم، لان انتوا لو وقفتوا ده مش هتلاقوا تاكلوا، مش هتلاقوا تصرفوا. طب احنا عندنا اطفال عايزه تصرف، عايزه تاكل، عايزه تشرب، عايزه تتعلم، عايزه دروس، عايزه مدارس. مش احنا ملزمين نشتغل عشان اطفالنا؟ ايا كان نوع الشغل. بصوا، ايا كان نوع الشغل اللي هيدخل تقول شغل ومش شغل، وده شغل ومش شغل، ده شغل. هو ده شغلنا، هو ده شغلنا والله. اللي الناس شافتنا منه وحبتنا منه. وفي ناس كتير على راسي، اقسم بالله انتوا على راسي على راسي على راسي. الناس كمية كومنتات انتوا فين، سواء على الفيسبوك على الخاص او على الرسائل او على التيك توك او على اليوتيوب، اي منصة لينا، سواء في الكومنتات او على الخاص، كل دول باعتين رسائل، كمية رسائل رهيبة. يعني بتسأل علينا، طب طمنونا، طب انتوا فين، طب سمعونا عنكم اي حاجة، طب انتوا ايه اللي حصل ليكم؟ فدول انتوا على راسي من فوق، والله انتوا على راسي، انتوا على راسي. انتوا الناس اللي دايما بتدعمونا نفسيا ومعنويا وماديا، وكله بتدعمونا بكل الاشكال بصراحة انتوا. فانتوا على راسنا والله. فيا جماعة
لو سمحتوا اللي بيدخل يكتبوا كومنتات سلبيه، انتوا ليكوا نفس تصوروا وليكوا نفس تعملوا واللي بيحصل يحصل. انتوا ليكوا نفس تدخلوا على اليوتيوب وتتفرج علينا واحنا بناكل واللي بيحصل بيحصل. انتوا ليه بتخشوا على اليوتيوب وليه بتخشوا على التيك توك وليه اصلا بتخشوا على المواقع وليه اساسا تشوفوا اي فيديوهات حد من اي نوعيه واللي بيحصل ده بيحصل؟ يعني انتوا ليكوا نفس معقوله تفتحوا يوتيوب كده او تفتحوا النت عامه وتخش عليه في الاوضاع الحاليه؟ يبقى انتوا برضو العيب فيكم مش فينا احنا. احنا دي محتوانا، احنا دي محتوانا اللي احنا بنقدمه، هو ده محتوانا. اللي عاجبه بيتفرج. اصل انا مش ماسكه ايد حد فيكم، انا مش ماسكه ايد حد بروح اضغط له على الفيديو يشغله او بجبره ان هو يسمعنا. لا لا، انتوا اللي بتتحكموا في نفسكم، انتوا اللي بتفتحوا النت، انتوا اللي بتضغطوا على الفيديو، انتوا اللي بتختاروا عايزين فيديو مين، كمان عايزين تسمعوا مين. المواقع مليانه اشخاص بتقدم كل المحتويات بكل الاشكال، فانتوا اللي بتضغطوا علينا وانتوا اللي بتسمعونا. هل انتوا بتكلفوا نفسكم ان انتوا تضغطوا علينا؟ استني يا سيليا معلش عشان سيليا بس معايا. هل انتوا بتكلفوا نفسكم تضغطوا علينا عشان خاطر تخشوا تكتبوا كومنتات سلبيه؟ معقوله انتوا بالفضا دي يعني؟ انتوا معقوله فاضيين للدرجه دي ان انتوا تخشوا تكتبوا لنا كومنتات سلبيه؟ طب ركزوا في اللي بيحصل. يعني مش عارفه اقول لكم ايه، بس انا مش مسامحه اي حد غلط، اقسم بالله من جوايا ما مسامحه. يعني لما تقفوا قدام ربنا كده مش مسامحاكوا على الناس اللي بتغلط، لان في ناس بتتعدى حدودها بصراحه. ناس زي ما يكون عندها الحق ان هي تدعي وتحسبن وتدعي، والله الناس بتدعي ده يعني لدرجه ان هم بيدعوا على اشخاص مش ظلموهم. سبحان الله، احنا مش ظلمناكوا، احنا كلنا لنا ربنا شايفنا، سواء انتوا سواء احنا، ربنا هو اللي مطلع وشايفنا. فانا مش مسامحه اي حد بيغلط غلط من النوعيه دي. وما تخشوش قناتنا، ما تخشوش قناتنا، ماشي؟ انا بقول لكم ما تخشوش قناتنا. لو الفيديو هيجيب 5 مشاهدات بس ال5 دول محترمين هشيلهم فوق راسي. ايا كان بقى بتجيب مشاهدات مش بنجيب مشاهدات، على قلبي زي العسل، لان اللي بيتابعنا ده حبيبنا اللي بيحبنا. انا عايزه اللي بيحبنا، مش عايزه الحاقد، مش عايزه الحاسد، مش عايزه الانسان اللي في قلبه اي ذره لينا من كره. مش عايزه الاشخاص دي بصراحه في قناتنا ولا تلزمني. يعني لو 5 كده هيتابعوني هشيلهم على راسي من فوق، واللي مش عاجبه محتوانا ما يشاهدهوش. في حاجه اسمها الغاء اشتراك. لو انتوا حتى مش مشتركين واحنا ظهرنا لكم بالصدفه، عدوا في الفيديو بتاعنا، عدوه مش تضغطوا عليه. انا بقول لكم عدوه مش تضغطوا عليه، انما يعني ارحمونا شويه عشان تلاقوا اصلا حد يرحمكم. لما بترحموا حد بتلاقوا حد يرحمكم. وسيبوكم من السلبيه اللي في حياتكم دي. احنا ناس مش سلبيه وما بنحبش نتاثر على فكره بكلام حد، بس الكلام زاد عن حده. الموضوع لما بيزيد عن حد خلاص بصراحه، يعني خلاص انتوا مش فاهمه عايزين ايه. يعني انتوا بتتكلموا على الاطفال اللي بتموت والاطفال اللي بيحصل لها. طب ما احنا عندنا 5 اطفال، ماشي؟ احنا عندنا 5 اطفال برضو ومسؤوليه وعايزين كل حاجه في الدنيا، وهنسأل عليهم لو مش ربناهم كويس، لو مش صرفنا عليهم، ولو لو 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 انتوا بقى من الناس الرحيمه فعلا ارحموا برضو ال5 اطفال دول، وسيبكم من الكومنتات السلبيه دي، عشان السلبيه اللي انتوا بتعملوها فينا بتاثر على حياتنا وبتاثر على اطفالنا. ممكن انا من كتر الكومنتات السلبيه ما اتحملش اطفالي، ما اتحملش كلمه منهم، مش هبقى قادره اربي فيهم، حتى مش عندي طاقه ان انا اخدمهم، لان انا خلاص نفسيتي تعبانه. فانتوا سيبوكم من السلبيه اللي في حياتكم دي، مش هتسيبوكم منها، سيبوكم منا احنا وامشوا من قناتنا يا جماعه. انا بقول لكم امشوا. انا مش عايزه غير الناس المحترمه بس. يا رب تفهموا كلامي. الكلام ده يا جماعه موجه للناس السلبيه، للناس الحاقده الحاسده، للناس اللي مش عارفه اقول لكم ايه. في ناس فظيعه 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 بصراحه الواحد بيقابلها في حياته. فوالله العظيم انا مش مسامحاكم، اقسم بالله انا كمروه مش مسامحاكم، لان انا مش عملت فيكم حاجه بصراحه. انا بقدم محتوى، عاجبكم تتفرج عليه، عاجبكم مش عاجبكم خلاص دايروا عني. يعني انا مش عارفه، انا كل ما افكر كده واقعد مع نفسي الاقي ناس بتدعي علينا. يعني هل انتوا ناس صعب عليكم اطفال فلسطين فعلا واللي بيحصل فيهم؟ لو صعب عليكم اطفال فلسطين ما هتدعوش على اب وام عندهم 5 اطفال. يعني ما هتدعوش على اب وام عندهم 5 اطفال فعلا. انتوا عارفين حياه ال5 اطفال ده هيحصل فيها ايه لما انتوا تدعوا علينا؟
اي نعم احنا مش ظالمينكم، فربنا اصلا مش هيستجاب لدعاويكم، بس ليه 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 ليه؟ انا كل اللي هقدر اقوله يا رب تلاقوا في حياتكم ناس زيكم وشبهكم، اتقابلكوا كده في حياتكم يا رب يا رب، والله العظيم بدعي من قلبي ان انتوا تلاقوا ناس في حياتكم شبهكم وزيكم، وتتعاملوا معاهم ويتدخلوا في حياتكم بالطريقة السلبية اللي انتوا بتتدخلوا بيها، وعشان تحسوا باللي احنا حسينا بيه، عشان تحسوا باللي انتوا وصلتونا ليه. المهم يا حبايب قلبي، هنرجع بقى للفيديو بتاعنا لحبايبي طبعا المحترمين الغاليين اللي على راسي وفي قلبي من جوه. انا بقدم لكم الفيديو ده لان انتوا بتحبوا مروه، بتستنوا من مروه اي فيديو، لو هطلع كده بس اتكلم او هشرب كوبايه شاي كده على قلبكم زي العسل. طبعا انا غيرت نظام الصاله خالص، كنت صراحه نفسيتي كنت زهقانه كده وحاسه ان انا عايزه اعمل اي تغيير، لان انا من النوعيه اللي بتزهق بسرعه اصلا، ما بتحبش تفضل على حالها، يعني ما بحبش افضل سايبه الحياه على حالها. بس انا الصراحه سبت الصاله دي كتير، سبتها كتير وما غيرتش في نظامها فزهقت. عملت ايه طيب بقى؟ يعني في نفس اليوم ده كنت رحت بره وجيت، طلعت بره جبت الحاجات اللي انا بفرشها دي وجيت وصورت معاكم روتين. يعني في نفس اليوم ده والعيال الولاد في المدرسه كده، رحت اشتريت الحاجات اللي انا جبتها اللي انتوا هتشوفوها دي. اول حاجه جبتها الحافظه بتاعه الانتريه دي، الكفر بتاع الركنه والانتريهات ده. جبت طقم واحد بس هحتاج اجيب واحد كمان، يعني لان الطقم الواحد تلاتة من دول تلاتة، فانا عملت الركنه وكنبه من الانتريه، فلسه في كنبتين وكرسيين عايزين، فان شاء الله هجيب طقم كمان. الطقم ده جبته ب650 باين، ب650. هو الغطا اللي على الركنه ده والاكياس اللي بتكون التكايات دي عارفينها، اللي زي المفارش دي اللي بتتحط على اللي انا ماسكاها دي اللي عند الايد والحاجات دي برضو في منها كذا واحده كده، فانا حطيتها كده على الركنه من هنا ومن الناحيه التانية اهو علشان خاطر شكلها يبقى حلو. نعم ماشي ماما، اديهم بوسه تديكوا بوسه اهو. واهي دي التالتة، هما 3 زي ما بقول لكم كده. انا حطيت دي بقى هنا على الحته اللي باينه دي علشان خاطر الانتريه دي لونه فاتح خالص فبيتبهدل بصراحه بسرعه، وبنخلعه يعني نغسله بس بيتبهدل بسرعه زي ما انت عارفين الاطفال بقى وكده. حطيت كده اهو، وهسيب بقى الباقي للترابيزات اعمله زي المفرش كده. طبعا انا جبت الحافظات دي، ده بديل السجاد يا جماعه، دي اسمها بديل سجاد كده. جبته الواحده كان ب500، شايفين شكلها عامل ازاي. جبت طبعا 3 علشان انا عندي الصاله كبيره، فحطيت واحده عند الانتريه من هناك كده، وحطيت واحده عند الركنه اهي لون الركنه، يعني انا جبت الزرقاء دي لون الركنه كده، والتانية انا جايبه 2 زي بعض، يعني لان انا كنت لسه مش عارفه نفسي هعمل الانتريه ازاي. بس يا سيلي كنت لسه مش عارفه نفسي هغير النظام ازاي، فكنت جايبه 2 شبه بعض للانتريه عشان الانتريه كان في الصاله، وجبت واحده للركنه لان الركنه اصلا كان مكان الانتريه هناك كده. فلما الصراحه حبيت بقى اغير النظام فخلاص يعني غيرت الفرشه وكده. بصوا ده شكل الصاله بعد ما خلصتها ونضفتها وكانت بتلمع كده لمع وكل حاجه فيها ما نظيفه. قولوا لي رايكم ايه في الصاله، يعني رايكم ايه في النظام اللي انا عملته ده؟ انا حاسه جميل جدا ومرتاحه نفسيا خالص خالص. ليه بقى؟ لان الركنه لما كانت نقبه مكان الانتريه كانت قافله الصاله، كنت حاسه ان الصاله مقفوله كده ومش عارفه، كنت حاسه ان هي مش متنظمه. لكن لما جبت الركنه هنا في الصاله الاولانيه دي والانتريه هناك، تحس ان الصاله وسعت اتكشفت اكتر. حتى لو عندنا ضيوف اللي هيكون قاعد هنا وهنا شايف بعضه هيعرف يكلم في بعضه. فانا حبيت كده النظام اكتر بصراحه. شايفين؟ عارفوني بقى رايكم في الكومنتات بالنظام ده ايه. وجبت المعطر كده وبدات ان انا ارش كده على الخدديات وعلى الفرشه كده علشان خاطر تكون ريحتها حلوه، وعلشان يكون البيت كده نظيف وحلو. بصراحة النظام ده انا مرتاحة ليه نفسيا جدا جدا. فانت عارفوني بقى كان عندي حاجة ولا لا؟ بس يا سيليا عشان بسجل ماشي؟ لا بس عشان طنط بتقول لسيليا شاطرة ماشي؟
السلية بتكدني ازاي. شايفين الشكل، وشفتوا بديل السجاد دي لونه ولون الانتريه ازاي، فيها اصفر. طبعا انا وانا بشتري اتعمدت ان انا اجيبه كده، كان في كذا شكل وكذا لون، بس انا كنت جبت اللي هناك دي زي الركنه ودي زي الانتريه. حبيت ان انا اوحد يعني الالوان، وحطيت دي عند الباب كده هناك اهي. وكده حسيت الصاله الصراحه بقت منظمه اكتر، وحسيت ان الانتريه اتلم كده مع بعض، وبقى كله يعني بقى يعني ايه ركن خاص كده بالانتريه. حاساه كده بقى اشيك واحسن يعني. انا في اليوم ده كنت بعمل كده كشري اصفر عادي وبيض وبطاطس، فكنت بعمل كده في الاكل برضو وانا بعمل في البيت بره. ودي سجادة المطبخ، انا جبت طبعا للمطبخ سجادة. فهي دي ماشي يا ماما. شايفين شكلها؟ قولوا لي رايكم فيها ايه. انا حاساها كانت عايزه تبقى اكبر، بس هي حلوه ومناسبه برضو. طبعا كنت غاسله المواعين، والمطبخ برضو كنت منظفاه، وكل حاجه مغسوله ونظيفه بصراحه. انا طبعا شلت سجاد البيت كله القديم، وديناه المغسله يا جماعه، ولفيناه وركناه، عشان خاطر لما نيجي يعني نسيب البيت في يوم من الايام وكده، يبقى ايه نسيبه بسجاده اللي احنا اخدناه بيه. ماشي يا ماما. بوريكم طبعا الكشري وسلاجة بيضة اهو، وبحمر في بطاطس. وهنا هعمل طبق سلطة جنب الاكلة دي. هي كشري اصفر وبيض وبطاطس وسلطة ومخلل. انا بحب الاكلة دي جدا على فكرة، وباكل فيها كتير. مين زي كده يعني، بتأكل بصراحة. بصلاية ناشفة اهو، ما كانش عندي خيار ولا فلفل. تحس التلاجة كده كانت فاضية، فما كانش عندي غير ربطة شبت كده بتاعة المحشي دي، وبصلاية ناشفة والطماطم والليمون. وكانت والله طبق سلطة زي العسل يعني، كان جميل وطعمه حلو. كان عندي فلفل الصدقوا، كان عندي نص جرن فلفل اهو، بس ما كانش عندي خيار يعني. فعادي يعني، لو مش عندنا خيار مش هنعمل سلطة. في ناس على فكرة ما بتحبش تحط خيار على السلطة، لان الخيار لما بتاكلوه مثلا مع السمك او الرنجة او الحاجات دي بيزفر. تحس ان انتوا ايه بكوا كده، مش طعمه حلو يعني. نعم يا ماما. حاضر. معلش يا جماعة استحملوني بقى بسيليا، لان مفيش حد، وسيليا ايه الولاد راحوا القرآن في الجامع، بيحفظ يعني قرآن وكده، هما الاربعة. وسيليا قاعدة معايا بقى بتكيد فيا. سليمان في الورشة، راح الورشة اللي بيصلح كده في العربية، بيعمل فيها شوية شغل. حتى هي كانت عمالة تقول بابي بابي، بتحسب بابي هنا متعالجة بيه وبتحبه بصراحة. يا سلام يا سلام يا سلام. خلاص كده البطاطس مش عايزة يعني ايه انشفها زيادة، عشان خاطر يعني تكون طرية كده، ما تنشفش جوه في الزيت. فطلعتها كده، وهكمل الباقي. بس ايه، انا حطيت الدور التاني ده في الزيت، ورحنا اكلنا بصراحة، لان الولاد كانوا جعانين يعني، كانوا جعانين جدا. كانوا في اليوم ده برضو في القرآن، حتى انت لو لاحظتوا في الفيديو هتلاقوا ليندا كانت واقفة بالسدال على الباب، ساعتها كانوا رايحين يحفظوا قرآن وكده. لا ساعتها كانوا يجوا باين، كانوا يجوا، بس انا قلت لهم طيب خليكم بره في الجنينه بره لما اخلص، عشان خاطر ما يخشوش برجليهم يبهدلوا الدنيا، لان لسه الارض كانت مش نشفت. كانوا حفظوا واجوا يعني، هم بعد المدرسه بيروحوا يحفظوا قران. ف فايه بس بيكونوا اكلوا يعني، بعمل لهم سندوتشات وبفيض منهم اول ما بوصلوا بياكلوها. فكنت برضو بعمل انا كده، كنت سايبه البطاطس تخلص في الزيت. بص يا سيليا، سيليا اهي، شايفه سيليا؟ خلاص بقى خليكي شاطره. طبعا قعدنا كلنا. اليوم ده كان سليمان فين يا ربي؟ والله برضو كان في الورشة، كان في الورشة بيركب كده بتاع العربية، ان هو اسمها ايه اللي بترفع العربية من على الارض، لان العربية كانت واطية، واي مطب مش حلو يعني، لو مطب عالي وكده مش بيكون حلو على العربية. فكان بيركب لها اسمها مساعدين، كان بيعمل كده مساعدين للعربية ترفعها من على الارض شوية. فهو كان هيتأخر، فاحنا كلنا بقى، ما صبرناش بصراحة.
انا كنت جعانه برضو بعد الروتين العميق اللي عملته ده، والولاد كانوا جعانين فاكلنا كده سوا. سيليا، شايفه سيليا بتاكل بطاطس؟ سيليا بتاكل بطاطس بس. سيليا مش شاطره. لا. انت شاطره؟ طب مش تكيدي ماشي. طبعا كنت بقى لما بقعد كده مع الولاد بفضل اسالهم عملتوا ايه في المدرسه، عملتوا ايه في الجامع، حفظتوا ايه، مش عارفه ايه. فبحب افضل اسمع فيهم بصراحه، وهم لما بيصدقوا ان انا اسالهم عشان خاطر يحكوا لي ويتكلموا معايا. جنبوس جنبوس لهم شكرا، انتوا حبايبي حبيبي حبايبي حبيبي حبيبي، بحبكم حبيبي بحبكم. هم بيحبوك. يعني عندي ولادي نصهم بيروحوا رامين الصفار بتاع البيض، مش بيرضوا ياكلوه. ويا سلام على كوبايه الشاي بعد الاكل الرهيبه اللي اكلناها دي، والله الواحد اكل الاكل يومها فعلا كلب نفس كده. طبعا هنا وحان دور المذاكره، اكتر وقت صعب عليا والله. تهيألي كل الامهات كده، احنا بنعاني يا جماعه، احنا بنعاني بنعاني بنعاني، بس يعني ايه، خلاص لازم نعمل كده، من واجبنا ومن حقهم علينا ان احنا لازم نعمل كده، نذاكر معاهم، نعمل لهم اللي هم عايزينه، وهي دي حياتنا يا جماعه. طبعا اكتر واحد بعاني معاه هو ريان، يعني هو ريان اللي بعاني معاه، عشان خاطر ريان ما كانش بيمسك اي اقلام ولا بيكتب اصلا خالص قبل كده. فالموضوع عنده صعب نهائي، يعني تعرفين صعب خالص خالص. لكن ادم خلاص ما شاء الله عليه كويس، واياد ما شاء الله عليه برضه كويس، وليندا ما شاء الله عليها كويسه، لان ليندا كانت بتبص لادم واياد زمان وهي صغيره وتمسك القلم زيهم وتفضل ترسم تكتب تعمل كده يعني. لكن ريان ما كانش بيعمل كده خالص، من النوعيه اللي مش كان بيرضى يمسك قلم نهائي. حتى انا كنت بجيب له كراسه قلم مع الوان معرفش ايه عشان ينشغل بالحاجات دي، ما كانش بينشغل بيها، مش في دماغه اصلا يعني الكتابه والكلام ده. فهو الصراحه اكتر واحد بعاني معاه وانا بذاكر له، يعني لانه لسه في البدايات، لسه عايز يكتب 1 2 والف ب ومش عارفه ايه. هو لسه لعند دلوقتي ما بيعرفش يكتب اسمه اصلا، هو في KG 1 واول مره يخش، وزي ما بقول لكم يعتبر اول مره يمسك قلم هي الفتره دي. فانا الصراحه بعاني معاه. فبذاكر لهم كده، باخدهم واحد واحد، واللي بيكون عايز حاجه بوريها له، ولازم اشوفهم هم الكل. كده يا جماعه. يا رب بقى يا حبايب قلبي الفيديو يكون عجبكم ويكون كده خفيف عليكم. واشوفكم على الف الف خير ومع الف سلام.